النهارده يا شباب جايب لكم تحديث نسخة الدلتا. تحديث جميل جدا، تحديث رائع. نسخة الدلتا المعروفة طبعا، النسخة ديت بيكون شكلها زي الايفون بالظبط. تمام، فالنسخة دي جميلة جدا جدا جدا. طبعا لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز فتقدر تحدث النسخة عادي، مفيش أي مشكلة. أما لو حضرتك مش فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز فتابع معايا الفيديو عشان تقدر تفتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، وتستفاد كمان بالتحديثات اللي احنا بننزلها، سواء تحديث الدلتا، تحديث اي جي بي، تحديث لازم انجح، تحديث عبد الله الباشا، تحديث عبد الله او تحديث الباشا عفوا. تمام، فتقدر تستفاد بالتحديثات اللي احنا بننزلها. تمام. طيب اولا زي ما قلنا كده، لو حضرتك فاتح النسخه المدمجه بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز فخلاص على كده تقدر تحدث معانا النسخه دي. اما لو لسه جديد معانا في القناه ومش مفعل او مش فاتح النسخه المدمجه بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز فتابع معايا الفيديو عشان تقدر تفتح النسخه بطريقه سهله وبسيطه وتستفاد بالتحديثات. تمام. طيب النسخه اللي انا جايبها لكم زي ما قلنا كده اللي هي بشكل الايفون. طبعا ملف الواتساب ده انا هسيبه لك في قناتي على التليجرام. طبعا رابط قناتي على التليجرام في وصف الفيديو، وكمان هسيب لك الرابط في قسم لمحه. يعني هتنزل وصف الفيديو اللي بتتفرج عليه هتلاقي رابط قناتي على التليجرام، اضغط عليه يدخلك على قناتي على التليجرام واستفاد بالملف. ولازم تتابع الفيديو برضو عشان تعرف الخطوات، وفي نفس الوقت كمان هتعرف باسورد فك الضغط ايه عشان تقدر تفك الضغط على النسخه وتقدر تثبتها عندك. تمام، او تقدر تحدثها عندك لو انت فاتحها من قبل. تمام، فكل اللي عليك تابع معايا الفيديو عشان تعرف الباسورد كام، والباسورد هقوله لك على مرتين. يعني هقول لك اول جزء منه وفي اخر الفيديو هقول لك على الجزء التاني كام. اول حاجه هتدخل على قناتي على التليجرام هتلاقي الملف ده موجود تحت الفيديو ده. اول حاجه عايزك تعملها تدخل على المتجر بلاي وتبدا هنا تكتب فيه البحث زد ارشيف. تمام، هتكتب ايه؟ زد ارشيف. زد ارشيف التطبيق ده. تمام، لازم التطبيق ده يكون مثبته عندك لو لسه جديد معانا في القناه عشان تقدر تفك من خلاله الضغط. تمام. طيب بعد ما تثبته عندك تمام هتدخل على قناتنا على التليجرام اللي هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو. تمام، هتلاقي الملف ده موجود قدامك، هتبدا تضغط عليه. تمام، وهتبدا تضغط على زد ارشيف اللي هي اول واحده اللي هي مكتوب زد ارشيف فقط. زد ارشيف باللغه الانجليزيه. تمام، اللي هي تاني واحده عفوا، تاني واحده هي زد ارشيف. تاني واحده نضغط عليه. هنا بقول لك واتساب بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هتضغط عليها هيبدا يظهر معاك بالشكل ده. تمام، واحد اكونت اكتيفيتور دوت اي بي كي. تمام، وبعد كده في نسخه هي 2 دلتا دوت اي بي كي. تمام. طيب حضرتك لو جديد معانا في القناه ومش فاتح النسخه ديت المدمجه، كل اللي عليك عايزك تضغط على اكونت اكتيفيتور، هتضغط عليه بالشكل ده كده وهتبدا تقول له تثبيت. تمام، هنا بطلب منك كلمه المرور. تمام، كلمه المرور اول جزء منها هيكون 12، اول جزء منها هيكون 12 يعني واحد اتنين اول جزء. تمام، والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو. تمام، هنكتب اهو 12. هيبدا يفك معايا الضغط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام، هنا هيقول لك اداه تثبيت الحزم هتضغط عليها. تمام، هيبدأ يتثبت معاك. هنا جايب لي انا تحديث عشان انا النسخة مثبتها بالفعل، اما حضرتك هيجي لك كلمة تثبيت هتبدأ تثبت النسخة عادي مفيش اي مشكلة. بعد ما تثبتها هتدي لها الاذونات وتحط رقمك المحظور فيها. بعد كده هيجي لك الكود، هتحط الكود فيها. اول ما تحط الكود ويبدأ يقول لك اكتب اسمك وحط الصورة الشخصية بتاعتك على الواتساب، اخرج خالص. بعد ما تخرج هتيجي عند نسخة رقم 2. نسخة رقم 2 هتبدأ تضغط عليها بالشكل ده كده وهتقول تثبيت. تمام، بيطلب منك كلمة المرور. تمام، هتبدأ تحط كلمة المرور اللي أنا قلت لك أول جزء منها 12 والجزء الثاني هقوله لك في نهاية الفيديو. هتقول حسنا، هيبدأ يفتح معاك بالشكل ده. تمام، أول ما يفتح معاك هتبدأ تقول أداة تثبيت الحزب، هتضغط عليها. تمام، هنا بيقول لك واتساب تحديث، هل تريد تحديث هذا التطبيق؟ هقول له نعم أريد هذا التحديث. تمام، أما حضرتك لو فاتح النسخة دي تمام من قبل فاتحها بقى لازم انجح، فاتحها بواتساب جي بي النسخه المدمجه دي، كل اللي عليك اول ما يظهر لك هتبدا تضغط تحديث برضو. وكذلك الامر اللي هو لسه فاتحها هيبدا ايه؟ يضغط تحديث عشان النسخه دي هتيجي فوق دي، يعني النسخه دي هتركب على النسخه دي. تمام، يعني انا برضو عايزك تحدثها، اللي فاتح نسخه الباشا او جي بي او اي نسخه عايزك تحدثها. تمام، هنبدا نقول تم. تمام، هنطلع كده ونروح عند النسخه. النسخه هتظهر معايا بالشكل ده كده يا شباب.
زي ما انتم شايفين اي نسخة الدلتا. تمام، ظهرت معايا بالشكل ده. تبدأ تضغط عليها. هنتعرف على بعض المميزات بسيطة برضو عشان الوقت الفيديو ما يطولش بينا، ولكن احنا في الاول والاخر لو حابين نشرح المميزات بشكل كامل سيب لي تعليق اسفل الفيديو وقول لي احنا عايزين شرح للمميزات بشكل كامل. يعني بالبلدي كده لو حضرتك قلت لي اشرح المميزات كاملة هنعمل فيديو مخصوص ونشرح المميزات كاملة، ولكن احنا نشرح المميزات كده عشان وقت الفيديو ما يطولش بينا. احنا اهم حاجة الناس اللي هي مش فاتحه النسخه تفتحها، واهم حاجه الناس اللي هي فاتحه النسخه تقدر تحدث بنسخه رقم 2 عادي مفيش اي مشكله. تمام. طيب هنا اول حاجه وضع الطائر. وضع الطائر هنا بيقول لك تفعيل هذا الوضع لن تتلقى او ترسل رسائل، يعني هيقفل الانترنت على الواتساب فقط. تمام. هنا وضع الشبح. لو انت عملت وضع الشبح خلاص هنا اثناء تمكين وضع الشبح لن يتمكن اي شخص من رؤيتك عبر الانترنت، ولن يتم وضع علامه على الرسائل كمشاهده او مستلمه، وستكون قادر على عرض الحالات سرا. تمام لو انت فعلت وضع الشبح. تمام. اما هتضغط هنا على الاعدادات، هنا طبعا بيجيب لك شكل الايقونات. طبعا الايقونه بتاعتنا شوف شكلها عامله زي من بره. لو انا حابب مثلا اغير شكل الايقونه هبدا ادور كده واختار اي ايقونه، مثلا ممكن اختار الايقونه دي. تمام فهي خلاص بص اتغيرت معانا. طب هنضغط كده وهنضغط تاني كده. ممكن نخلي الأيقونة ديت مثلا اهي. بصوا الأيقونة اتغيرت معانا، دي تغيير الأيقونات من بره. تمام. طيب هنا طبعا لو أنا عايز أغير الألوان بدل اللون الأحمر والكلام ده هضغط هنا على الزائد. تمام ممكن أختار اللون الأصفر. تمام وأقول موافق. هتلاقي كله اتغير معايا باللون الأصفر أهو زي ما أنتوا شايفين. طيب هنا مثلا لو أنا حبيت أغير أي لون تاني مثلا أهو. تمام واقول موافق. هتلاقي اللون اتغير معايا مفيش اي مشكله. دي كلها تغيير الالوان يعني. هنا طبعا الخصوصيه هنضغط على الخصوصيه هنا العامه. هنضغط على العامه هنا بيقول لك تجميد اخر مره واخفاء على الانترنت لن يتمكن احد من رؤيتك عبر الانترنت لو حابب تفعلها. هنا اخفاء علامه المعاد توجيهها لن يتم عرض تسميه الرسائل المعاد توجيهها لو انت حابب تفعل. هنا اخفاء حاله المرئيه ذات الاتصال الخاصه بك لن تعرف انك رايت حالتها. تمام اهو. هنا منع حذف الرسائل اهو. هنا حالات منع الحذف، منع حذف الحالات يعني اهو لو انت حابب تفعل. هنضغط هنا على جهات الاتصال. هنا اخفاء العلامات الزرقاء جهات الاتصال الخاصه بك لن تعرف انك قرات رسائلهم. هتبدا تحدد عليها. وهنا طبعا اظهار علامه الزرقاء بعد الاستجابه سترى جهات الاتصال الخاصه بك العلامات الزرقاء بعد الرد. تمام. هنا اخفاء الميكروفون الازرق لو انت حابب تفعله. هنا اخفاء الكتابه والتسجيل لن تعرف جهة الاتصال الخاصة بك انك تكتب رسالة او تسجل صوت. تمام لو انت حابب تفعله. تمام هنرجع خطوة كده. هنيجي طبعا هنا عند هوم سكرين. هوم سكرين لو ضغطت عليها كده طبعا انا عايز اخليه يبقى شكل الايفون. هضغط على اول واحدة هوم يو اي ستايل. تمام هنضغط كده. تمام بعد كده هنختار اول واحدة اي او اس بلور. تمام هنحدد عليها كده. تمام وهنرجع خطوة. تمام هتلاقي هو بيعمل إعادة تشغيل الواتساب عادي وهنضغط عليه كده. هتلاقي طبعا حول لي شكل الايفون زي ما انتم شايفين كده، خلاه لي بقى بشكل الايفون. تمام طبعا زي ما قلت لكم لو حابين نشرح المميزات في فيديو خاص بشرح المميزات فقط سيب لي تعليق اسفل الفيديو، ولكن احنا يهمنا في الفيديو ده ان حضرتك بس ايه لو مش فاتح النسخه المدمجه تقدر تفتحها، ولو حضرتك فاتح النسخه المدمجه تقدر تعمل تحديث بنسخه رقم 2 اللي هي الدلتا عشان تستفاد بشكل الايفون لو انت حابب شكل الايفون وتستفاد بالمميزات الجميله الرائعه. طبعا تاني جزء من الباسورد هيكون 13. تمام ده الباسورد بتاع فك الضغط. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.